بابا. ايوه يا علي. تعالى اوريك حاجه. حاضر يا حبيبي. وريني ايه؟ على فكره انا جبت درجه حلوه قوي في الارض. مستر قال لنا نرسم رسمه بس احنا نتخيلها، فرسمت دي. ده انت وده انا ودي ماما ودول اخواتي البنات الله يرحمهم، بس انا تخيلتهم لو عايشين دلوقتي هيبقوا شكلهم عامل ازاي. هو انت لسه يا علي عايز تعيش مع شداد في العز والدلع اللي انت كنت فيه؟ صراحة لا، بقيت عايزة اعيش معاك. عرفت بقى ان الدنيا مش بالحاجات اللي معاك، الدنيا بالناس اللي حواليك. زمان يا علي كنا عايشين هنا انا وامك واخواتك البنات، ما كانش عندنا فلوس كتير ولا كنا بنعرف نجيب كل حاجة محتاجينها البنات، بس كنا بنقضي وقت حلو سوا، نشغل مزيكا، نتفرج على التمثيلية مع بعض، في الصيف نشغل المروحة، وفي الشتاء نولع راكية نار هناك نعمل عليها الشاي، واسهر عشان احكي لاخواتك البنات حواديت. امك بقى كانت بتتخانق معايا عشان بسهرهم. البني ادم يا علي هو اهم حاجة في الدنيا، البني ادم هو اللي بيعمل الحاجات. صح، بس الفلوس مهمة برضو. يعني الفلوس ممكن تجيب لي درون تاني غير اللي اتسرق، او تعيشنا في بيت اكبر واحسن من ده.